هقول لك على طريقه هتخلي كلبك مدمن ومهووس بسماع كلامك. ودي طريقه تدريبيه، دي مش حاجه مثلا انا مفتكسها او حاجه مثلا اختراع جديد، لا ده من زمان جدا وبتستخدم ومن ضمن اساليب التدريب، بس ناس كتيره جدا بتفوتها وما تركزش فيها. بس قبل ما اقول لك خلينا نتكلم عن صيد السمك شويه. طبعا انا مش صياد ماهر قوي والكلام ده كله، بس بحب اصطاد يعني. تمام، فخلينا نتكلم على صيد السمك شويه عشان الموضوع متعلق باللي انا هكلمك فيه. اللي بيخلي صيادين كتير او ناس كتيره مدمنه صيد ان هو ينزل يقعد بالساعات على البحر، وان هو ممكن يقعد بالثلاث اربع ساعات ما يطلعش سمكه. بعد كده وما يبقاش فيه اكل اصلا، يعني ما يبقاش فيه سمك، ما بياكلش قوي. ثم قبل ما يمشي على طول يحس ان في سمكه اكلت معه او سمكه كانت هتطلع وما طلعتش، او يطلع له سمكه فيقوم قاعد 3 4 5 ساعات ثانيين يصطاد. اللي بيخليه يعمل كده وبيخليه مدمن على الكلام ده وبيخليه قاعد مركز على في القصه دي كلها حاجه اسمها التعزيز المتقطع. ايه التعزيز المتقطع؟ التعزيز المتقطع ده هو ان مش كل مره بيرمي السناره بتاعته، وهنا هنفترض ان السمكه هي المكافاه اللي بيحصل على المكافاه، لا هو ممكن مره يحصل، مرتين لا، 5 يحصل على المكافاه، 10 لا، ممكن يرمي 10 رميات منهم مره ينجح ويطلع سمكه، ممكن يطلع سمكتين في نفس الرميه، ممكن يقعد 3 ايام ما يصطادش، وهكذا. ففي الاخر خالص بيبقى الموضوع متقطع عنده، المكافأة بتيجي متقطعة. والعلم اكتشف ان ده بيخلي الشخص يعني او الكائن عموما يتعلق اكتر بالعادة او يتعلق اكتر بالحاجة والكلام ده كله. طيب هل الموضوع ده موجود في صيد السمك بس؟ لا، ده موجود في حاجة شهيرة جدا، حاجة يا ربنا يبعدنا عنها، يبعدني ويبعدك ويبعدنا كلنا عنها. الناس اللي هي مدمنة القمار، الناس مدمنه الرهانات والقمار والكلام ده كله، اللي بيخليه بالرغم من ان هو ممكن يخسر وبعد كده يروح يرهن بيته ويعمل مش عارف ايه والكلام ده كله، هو التعزيز المتقطع. ان هو انا في مره هكسب، فبيبقى ايه، بيبقى خسرت المره دي بس المره اللي بعديها هكسب، ومش عارف هكسب امتى. تمام، طيب فده حاجه بتحصل لكل الكائنات عموما، تمام، الكائنات الواعيه يعني وكده، بما فيها احنا كبني ادمين، وبما فيها مين؟ عزيزنا الكلب، حبيبنا الكلب. تمام، بتحصل معاه نفس القصه بالملي، واحنا بنستخدمها استخدام صحيح 100%. في الاول بنستخدم معاه حاجه اسمها تعزيز ايجابي اللي هو المستمر، ان احنا بنعلمه الحاجه، الامر، المهاره، ايا كان اللي بنعلمه له. بنبدا واحنا بنعلمه المهاره دي او الحاجه دي، نبدا كل مره يعمله نكافئ، كل مره نعمله نكافئ، كل مره نعمله نكافئ، كل مره نعمله نكافئ، كل مره نعمل نكافئ، وهكذا 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 وهكذا، الى انه يبقى شاطر جدا جدا جدا، ويبقى هايل في الحاجه اللي احنا طلبناها منه او اللي بنعلمها له. تمام، بعد النقطه دي لازم ننتقل للتعزيز المتقطع، عشان ما نفضلش في نفس الدايره بتاعت ان انا لازم كل امر يعمله اديله مكافاه والكلام ده كله. ليه؟ سببين. السبب الاولاني ان هو مش هيتعلم انه يعمل مجموعه اوامر ورا بعض غير لو استخدمنا التعزيز المتقطع. تمام، والسبب الثاني ان احنا نعمل له تعزيز متقطع، ان هو يبقى يعني ايه، متعلم ان انا ان شاء الله هسمع الكلام، وممكن اخد ممكن ما اخدش الكلام ده، دي بقى يعني ايه، امتى هتيجي مش مشكله، المهم اسمع الكلام. طيب بنعمل بقى ازاي التعزيز المتقطع مع الكلب؟ الموضوع بسيط جدا 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 جدا. المكافاه ما بتقدمش بوتيره ثابته. يعني مش بنقدم المكافاه بوتيره ثابته، يعني إن دلوقتي هو عمل الامر انا كافئته، اقعد مثلا، المره اللي بعديها هستنى لما يعمل مرتين 3 وكافئه، بعد كده 7، بعد كده 1، بعد كده 2، بعد كده 10، بعد كده النهارده ما اتكافئناش في الاوردر ده مثلا واتكافئنا في اوردر تاني، وهكذا. ونقعد بقى ان احنا ما نخليهوش هو عارف باترن او نمط معين للمكافاه. تمام، ونقعد نكافئه عليها. ده بيخلي الكلب عايز ينفذ احسن، وعايز ينفذ كويس جدا، وعايز ينفذ اسرع، علشان لعل وعسى المره دي
انا هاخد المكافاه وهكذا. طيب بالمناسبه برضو، لو احنا استمرنا على التعزيز المستمر بس ان احنا بنكافئه بس من غير ما نستخدم التعزيز المتقطع ومن غير ما نستخدم حاجه اسمها اللي هي ان احنا نسحب يعني المكافاه تدريجيا وكده، الفيدنج، تمام، من غير ما نستخدم الاثنين دول، الكلب هيقعد طول حياته هو مش عارف غير المكافاه بس، هو مش عارف ان انا ممكن اسمع الكلام من غير المكافاه، لان هو حافظ الموضوع بالشكل ده بس. فاحنا هنا الكلب استخدمنا معاه التعزيز المتقطع، بقى الكلب بيحب الاوامر، ودماغه بقت انا يمكن اكسب المره دي، يمكن اخسر بتاع، بقى تشالنج بالنسبه له. فبتلاقي التحدي ده بيخلي الكلب احسن وبيدمن تنفيذ الاوامر اكتر من الكلب اللي انا كل مره باخد واحده. وبالمناسبه برضو الكلاب اللي بتستمر على التعزيز المستمر فقط لا غير، في منها كلاب بيبدا مع الوقت بيزهق، بيبدا مع الوقت ينفذ ابطا، ينفذ مش احسن حاجه وهكذا، تمام. بس فبعد ما خلصنا التعزيز المتقطع، تمام، وده للمناسبه برضو احنا مش بنخلصه طول العمر، لا احنا بنقعد نرجع مع الكلب ونعلم تاني وندرب تاني ويبقى في مثلا حصص تدريبيه وفيها تعزيز متقطع، وساعات نكافئ وساعات ما نكافئش وكده. بعد ما عملنا ده بنبدا نعمل اللي هو الفيدنج، او ان احنا نسحب المكافاه تدريجيا. التدريجيا هنا مش بس في الوقت زي ما عملنا في التعزيز المتقطع او في المدد، ان احنا مش كل مره بنديله، لا احنا كمان في شوفه للمكافاه، يعني مش لازم يبقى شايف المكافاه، تمام، علشان ينفذ الامر. دي طبعا هيبقى ليها فيديو تاني، بس بكل بساطة لازم تشتغل مع كلبك شغل الثلاث ورقات شوية، لازم تعلمه بعد ما علمته تعزيز مستمر وشوية تعزيز متقطع والكلام ده كله، تعلمه بقى ان احنا بنبدأ نخبي المكافأة ونحطها في حتت مختلفة، ومش لازم تبقى شايفها عشان تنفذ، وممكن تكافئه على أوامر بسيطة في الأول وأنت مخبي منه المكافأة، هو بيعرف يعملها كويس جدا، فيبدأ يفهم فكرة مش لازم ربط إن أنا أبقى شايف المكافأة وهكذا. بس كده جرب مع كلبك. أنا أظن إنك أنت زيك زي ملاك كلاب كتير جدا جدا جدا، أنت أو أنتي طبعا يعني كدوج أونرز، ماشي، عندكم حتة إن أنتوا عالقين في النقطة بتاعت أنا بكافئ كلبي وبيسمع الكلام بس من غير المكافأة ما بيسمعش الكلام، وعندي مشكله في النقطه دي والقصه دي. فابداوا من دلوقتي يعملوا معاه تعزيز متقطع، بس لازم هو يبقى في الاول مع التعزيز المستمر يبقى شاطر جدا، بيعمل الحاجه حافظها عن ظهر قلب، تمام. وبعد ما بيعمل حاجه اللي حافظها عن ظهر قلب، ابداوا معاه التعزيز المتقطع واحده واحده. هكرره لكم تاني سريعا. هندي مره مكافاه على الاوردر، مثلا عامل الاوردر مكافاه، بعد كده المره اللي بعديها على اوردرين ثلاثه ما نديش، بعد كده ندي على واحد، بعد كده ندي على ثلاثه ورا بعض مثلا، بعد كده 5 ما نديش، وهكذا. طبعا ما تفتحوش في الاول، ما تجيش وانت اصلا ما بتخلوش يعمل اوردرين 3 ورا بعض وتقول له اعمل لي 10 اوردرات من غير مكافاه، تمام. لا، هتاخده واحده واحده وهكذا، بس ما تمسكوش نمط. لو مسك نمط هيبقى عندك مشكله. يعني ايه ما تمسكوش نمط؟ يعني ما تبقاش كل 3 مرات بكافئ، كل 3 اوامر بكافئ، لا، كل امر، كل 2، كل 6، كل 3، كل 5 وهكذا. جرب وجربي، وان شاء الله كلبكم هيمشي معاكم كويس.